بقول لك ايه، لو عايز مستواك في الميدل جيم اللي هي الحرب الحقيقيه في الشطرنج يضرب في السماء، تعال اقول لك على حاجه وسر خطير جدا، وهو التشيس كومبينيشن. يعني ايه التشيس كومبينيشن؟ التشيس كومبينيشن هو تتابع من النقلات الاجباريه اللي ليها هدف معين. الهدف ده ممكن يكون ان انت تكسب ماتيريال، او تدي تشيك ميت، او تاكول البوزيشن. يعني مش شرط ان انت بس تاخد ادفانتج، لا، انت ممكن يكون مضغوط عليك بلعب معين، وعن طريق الكومبينيشن ده انت ممكن ترجع الوضع تاني للتعادل زي ما هنشوف. طب الكلام ده هنجيبه منين؟ من الهديه بقى الجميله اللي انا مديها لك، اللي هي انسايكلوبيديا اوف تشيس كومبينيشن. خليني اوضح لك حاجه مهمه في الكتاب ده، هو الاصدار السادس من انسايكلوبيديا اوف تشيس كومبينيشن. سايبهولك بصيغتين، صيغه البي دي اف وصيغه البي جي ان. البي دي اف لو انت عايز تطبعه، والبي جي ان ملف جميل صغير على طول هتاخده هتحطه على اللابتوب او الموبايل بتاعك، هيقراه وهتبدأ تحل المواقف كلها موقف ورا التاني. طيب برضو عايز اوضح لك حاجة، الكتاب ده مقسم لبيزك وانترميديت وادفانسد. البيزك اساسا هتلاقيه يعني مش زي ما انت فاكر سهل، لا ده صعب جدا، ممكن ان انت كذا فاريشن تخش فيه وكذا حاجة زي ما هنشوف. خلينا نشوف مع بعض اول مثال، ويا ريت لو عندك بورد تبدأ ترص المثال ده عليها وتبدأ تفكر في دماغك. واقول لك الاول التشيس كومبينيشن بيشتغل ازاي. التشيس كومبينيشن زي ما احنا عارفين، تعال نشوف في المثال الاول، نلغي دي كده. المثال الاولاني معانا من الكتاب من البيزك، وهنحلهم مع بعض، وعلى حسب تفاعلكم مع الفيديو ده هبدأ انزل فيه فيديوهات اكتر على حسب تفاعلكم. تمام. طيب خلينا نبدأ في اول حاجة او اول كومبينيشن معانا، وهو وايت تو موف. ودلوقتي زي ما احنا شايفين التو روكس عاملين اتاك على البيشوب ده، وفي نفس الوقت انا مهدد ان انا اخد البيشوب بايا كان من التو روكس. بس خليني اقول لك على حاجة، لما تيجي تحسب الكومبينيشن لازم تحسبه لاخره. اهم حاجه في الكومبينيشن ان انت تحسب الكومبينيشن لاخره، مش اول نقله تلاقيها جميله تخش فيها انا خلاص كسبت. لان الاسود دايما حط في دماغك ان عنده دفاعات. تمام. وغالبا الكومبينيشن بيكون مجموعه مترابطه من التاكتكس، ممكن يكون ساكريفايس، ممكن يكون كليرنس، ممكن يكون دبل اتاك، ممكن يكون ديسكفرد اتاك زي ما هنشوف في المثال ده. وايت تو موف، وقف الفيديو وحاول تفكر هنعمل ايه. خليك بس فاكر ثلاث حاجات رئيسية وانت بتحل اي بوزيشن، وانت بتفكر في اي بوزيشن شطرنج، وهما انك تفكر الاول في التشيك، وبعد كده تفكر في الكابشر، وبعد كده تفكر في النقلات اللي ثريت او النقلات التهديدية. يبقى اول حاجة نفكر فيها التشيك. وزي ما احنا عارفين احنا دلوقتي بنختار انهي روك اللي هدي بيها تشيك للبيشوب ده عشان افجر البوزيشن وامنع الدفاعات بتاعت الاسود، وابدا اخترق عشان ادي تشيك ميت. لو انت اخترت الروك في التاكل، الروك اللي في الجي تاكل الاتش البيشوب بهذا الشكل، فدي طبعا هتبقى نقلة خاطئة مش دقيقة. ليه؟ لان الاسود تخيل عنده درو في هذا الموقف. لو كلت البون باكلك بتشيك، الكينج يروح هنا في الجي 6، ما عندكش اي حاجة. ليه ما عنديش اي حاجة؟ لان لو اديتك تشيك، تخيل بطلع هنا في الاف 5 ومفيش اي تهديد عليا. ازاي؟ ده انا ممكن اروح بالكوين اكسر كوين في كوين ويبقى انا بلاش. طب انا عندي فكرة تانية، وهي اني هديك الاول تشيك بالروك، لما ترجع كده بهذا الشكل انا هديك في حمى البيشوب تشيك في الجي 5، وساعتها الكينج ما عندوش اختيارات كبيرة. ولكن عايز اقولك ان عنده دفاع هايل جدا، وهو الكينج هيروح في الاف 7. لو الكوين نزل بتشيك، الكينج يطلع تاني في الاف 6، وطبعا كده مفيش اي هجوم. طب ازاي؟ جرب تشيك من هنا، وهنا الدفاعات تبدأ تظهر. ليه؟ لان انا بكل بساطة هروح في الاي 7. طيب ده انا هديك تشيك، هنزل اغطي بالوزير وما عندكش اي حاجة. شفت؟ تخيل الاسود لقى دفاع رغم ان الملك يعتبر في الشارع. فده اللي بقولك عليه، ان انت لازم تحسب الكومبينيشن لاخره وتخليك دقيق في حساباتك. يبقى اذا الروك اللي في الجي مش نافع. تعالى بقى بص النقلة الجميلة جدا، وهي روك اتش تيك البيشوب. نقلة بريليانت. البون لو كل
هتقول لي باكل، هقول لك لا دي مش افضل نقلة. ليه؟ لان ده كده يعتبر تعادل. ليه؟ لان انت هتخش في نفس السيكونس اللي دخلنا فيه، ولكن انت مش هتعمل كده. انت عملت النقلة الخرافية دي بالكوين، جميلة جدا. لو طلع بالشكل ده خلاص شكرا، انت روك تيكس الجي 8 بتشيك ميت. هتعمل ايه غير انك تغطي بالكوين وتاخد برضو تشيك ميت جميلة بهذا الشكل. يعني شوف اول موقف رغم ان هو بيزك ولكن فيه شغل، فيه كلام وفيه حسابات كتير زي ما احنا شايفين. خليني انا يعني الفيديو مش عايز اطوله عليك، ولكن لو حبيت النوع ده من الفيديوهات وعلى حسب تفاعلك معايا هكمل الكورس ده وندوس اكتر في الكومبينيشن. فقول لي رأيك فيه ونتناقش فيه في الكومنتس. ولو حد عنده اي سؤال او الروابط مش شغالة او كده يا ريت يبعت لي، وممكن ابعته له عادي او يتواصل معايا على الواتساب حتى ممكن ابعته له، مفيش اي مشاكل. اتمنى تكون الحلقة جميلة وفادتك، واشوفك على خير بإذن الله. وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.